يعني نظرة سريعة كده على كل احداث 2025 في WWE اللي بدأت بداية مبشرة جدا. الروك رجع وسلم على كودي ورومان. ما انت فهمت المشهد ده غلط من الاول، هو كان بيعزمهم على الغدا. بص 1 فول 2 طعمية 3 طحينة وما تنساش المخلل. يعني من الاخر كده حلاوه روح مش اكتر. ايه ده، الروك رجع تاني وعايز روح كودي رودز؟ ما هي روحه حلوه، مش بقول لك حلاوه روح. جاي اوسو فاز بالرويال رامبل علشان اليد طبعا، ومكملين في عداوه بانكو رولينز. جون سينا تحول لهيل. لا ما تحولش علشان الروك بسلطته هيعمل له اللي هو عايزه وهيكسبه البطوله ال 17. لا هو تحول علشان الجماهير كانت بتشتمه من 10 15 سنه. ما انت ما تعرفش بقى، سينا اصلا وقتها كان سمعه ضعيف، فهو بيقلب الفتره الاخيره على اليوتيوب، شاف فيديو كده والجماهير كانت بتشتمه ساعتها، فقال بقى منطقي، قال لك انا هبوظ المصارعه وهاخد اللقب واعتزل بيه، على اساس احنا في التسعينات يعني ولسه بنفكر المصارعه تمثيل ولا لا. جي اوسو خلى جونتر يستسلم علشان اليد طبعا. بول هيمان غدر برومان وبانكو واتحالف مع رولينز، بلاد لاين جديد وبتاع. جون سينا فاز على كود رودز وحقق اللقب ال 17 ليه. لا ما فازش بمساعده الروك، هو فاز بمساعده مغني مشهور وهو ما ساعدهوش اصلا، هو دخل انضرب وما عملش اي حاجه. كلاسيكو المصارعه رجع تاني، ناس رجعت تاني تتفرج على المصارعه. راندي اورتن بيحاول يرجع سينا لعقله. ايه افعى صباح الفل. الماتش المنتظر اخر مره جون سينا ضد راندي اورتن. الشاب الخمسيني ارتروس يدخل يحمي جون سينا ويقول لراندي ما تضربش بطل طفولتي اللي عنده 48 سنه، وسينا يفوز وبرون بريكر انضم لسيس رولينز وهيمان. الوايت 6 رجعوا لسه مكملين في عداوه سيس رولينز وبانك، وبرونس ريد انضم لسيس ما هو علشان عملوا 6 سونامي. كارين كروس بيوسوس لسامي زين وعايزه يتحول لهيل. ارتروس لعب ضد جون سينا وخسر واتسرح من الشركه والجماهير بتنادي وي وونت تروس. جي اوسو خسر لقب العالم لجونتر ومكملين في عداوه بانك وسيس. ارتروس رجع تاني في الماني ذا بانك بشخصيه جديده وجد وقص شعره، وتريبل اتش بيقولك ده كان سيناريو. تمام. عداوه بانك وسينا رجعت تاني، وولد ضحك رجع يهزق في بطل الشركه جونتر. جون سينا عمل البايب بومب. وبالمناسبه دي اللحظه الوحيده اللي حسيت فيها ان جون سينا هيل بجد، مفيش كرنج مفيش رياكشنات مصطنعه. صحيح سيس رولينز كسب الماني ذا بانك، وكودي فاز على راندي اورتن في بطوله ملك الحلبه، وراندي اورتن خسر للمره التانيه على التوالي في نهايه البطوله. ودي اصوات بتلعب في دماغه عادي. جون سينا بيحضن سين بانك ومكمل في الكرنج بتاعه. رولينز حاول يصرف الشنطه ولكن سينا وبانك يتحدوا مع بعض ويضربوهم، وجون سينا يحتفظ باللقب. ومكملين في عداوه بانك ورولينز. بنتا وراي فينيكس سابوا الاي اي دبليو وقالوا يجربوا التهميش في الدبليو دبليو اي. وتشاد جيبل عمل لنا شخصيه كرتونيه. وراندي اورتن ودرو ماكنتاير بيتقلل منهم. وكيفن اوينز صاحب الفتره الاعظم في 2025 اتصاب اصابه خطيره جدا في الرقبه وغاب. وجونتر خلى الجولد ضحك يغيب عن الوعي وقطعوا عليه البث وهو بيقول اخر كلمتين في مسيرته. وسيس رولينز اتصاب اصابه خطيره في الركبه. وعوده رومان رينز. هالك هوجن مات. برونسون ريد سرق جزمه رومان. بانك دخل في عداوه مع جونتر وجون سينا رجع فيس تاني، علشان طبعا كودي لما مسح بيه الحلبه سينا رجع لعقله وقال لي اللي خلاني اعمل كده مشى وسابني وتخلى عني وسابني في شخصيه مش شخصيتي. تمام ماشي تمام. سيس رولينز طلع مش مصاب ورجع صرف الحقيبه على بانك اللي لسه كسب اللقب من جونتر. وكودي رودز فاز على جون سينا واخد اللقب تاني. وبروك ليسنر رجع بعد غياب بتاع 3 سنين كده علشان القضيه ورجع ضرب جون سينا. تقريبا الجيم كان قافل يوميها فهو كان بيسخن عادي. ارتروس رجع عبود تاني علشان سينا رجع فيس. وكودي رودز مستمر كسوبرمان. عودة رومان رينز. درو ماكنتاير اتحد مع لوجان بول ضد راندي اورتن ومغني. وكارين كروس بعد وسوسته الكتير لسامي زين انه يتحول هيل، سامي فضل محترم ولعب ضده ماتش وفاز عليه. وكارين كروس اتسرح من الدبليو دبليو اي واندرادي رجع تاني. وبرون بريكر مستقبل الشركه وعودة رومان رينز. جون سينا دخل في عداوه مع لوجان بول ولعب ضده ماتش وفاز عليه. وسيس رولينز فاز في ماتش رباعي على اللقب بمساعده مراته. عداوه سيس رولينز وبانك لسه مكمله. بيكي لينش ضربت بانك بالاقلام على وشه. سامي زين كسب لقب الولايات وطلب من جون سينا انه يرجع الاتحاد المفتوح ويلعب ضده في اخر سماك داون ليه. وبروك ليسنر يتدخل في الماتش ويضرب جون سينا وسامي زين. ما تسالش ليه، ده بروك ليسنر. بيكي لينش ضربت بانك على وشه تاني. وجاي اوسو بيقلد رومان رينز في التخلف بس. وجيم اوسو بقى محترم وايج ستايلز لسه متهمش وعمل برومو قال في شخص ما عايزني امشي من الشركه. طبعا نسينا الكلام ده كله. وتريبل اتش قدر يمسح اخر واحد من 100% من الكي فيب وقرر يعرفنا كل حاجه في الكواليس. وبروك ليسنر بنطلونه اتقطع ومرات سين بانك رجعت علشان تضرب سيس رولينز على وشه هو كمان. وعداوه بانك ورولينز مكمله. جون سينا طلع وقال انا خايف من بروك ليسنر. وراندي اورتن لسه بيبص على اللقب اللي مع كودي. درو ماكنتاير في عداوه مع كودي رودز وخسر منه في ريس البالوزه، نفس العرض اللي اتلعب في ماتش الميكس بتاع الخرفان دول، ونفس العرض برضو اللي بروك ليسنر هزم جون سينا فيه سكواش. جاي اوسو بيبص على اللقب اللي مع كودي رودز. وراندي اورتن لسه برضو بيبص على الحزام هو كمان. جوكو فاتو دخل يهزق درو ماكنتاير عشان لسه بيندب زي النسوان. عوده رومان رينز. كودي رودز في عداوه
عداوه مع سيس رولينز علشان كراون جول وبتاع. ديكو فاتو يبص على الحزام هو كمان. سولو سيكوا عمل لنا فريق مضحك. وجيف كوب اللي كان ممكن يكون مشروع نجم جه دبليو باسم جي سي ماتيو، والناس بتتريق عليه وبيقولوا مش بيعرف يلعب مصارعه. رومان رينز بس اللي بيعرف يلعب مصارعه. معلش. عملنا عداوه جون سينا وايجي ستايلز على تويتر، وفي كراون جول جون سينا فاز على ايجي ستايلز بعد ماتش عظيم. سيس رولينز هزم كودي رودز ولكنه اتصاب اصابه خطيره جدا في كتفه. جاي اوسو بيعمل سبير بالغلط لرومان رينز وبيخسرهم، ورومان رينز بيتعصب عليهم ويزعق معاهم ويمشي. وجاي اوسو اللي ضرب رومان رينز وبوظ عليهم الماتش قعد يزعق لجيمو ويعتب عليه، بيقلد رومان رينز يعني وبتاع. ديميان بريست في عداوه مع اليستر بلاك. جيكو فاتو حد مجهول ضربه، وسامي زين بعد فتره حلوه بلقب الولايات يخسروا للعائد إيليا دراجانوف. وعداوه درو ماكنتاير وكودي رودز مستمره، وكودي رودز بيلمح انه هيتحول لهيل. سيم بانك مستني خصمه على لقب العالم لانه كان هيلعب ضد سيس رولينز اللي اتصاب. اتحدد ماتش باتل رويال على خصم سيم بانك، واللي فاز كان جاي اوسو مش ال نايت. واعلان ريسل منيا فيه شويه شباب 40 على كيفك. بانك بيهزم جاي اوسو وبقى بطل عالم في لحظه منسيه. كودي رودز بيهزم درو ماكنتاير للمره مش فاكر بقى المره الكام. لوجان بول اتحول لفيس في بدايه العرض، وفي اخر العرض اتحول لهيل تاني. ما هو اخد تسونامي بقى فوقته وراح ينضم للفيجن. راند اورتن اختفى. درو ماكنتاير اتوقف عن العمل. جون سينا بقى جراند سلام واخد اللقب من دمدم. البناء للور جيمز بانك وكودي رودز وجاي اوسو. ودرو ماكنتاير رجع وانضم للفيجن. وبروك ليسنر رجع هو كمان، وعوده رومان رينز وضربه للفريق كله. وما تقولش رومان رينز منفوخ وسوبر مان، لا، رومان رينز عمك. وعداوه داميان بريست واليستر بلاك مستمره. لوجان بول كتب البرومو على ايده زي الروك. والوايت 6 رجع، واندراد راح الاي دبليو تاني، وروسيف رجع صحيح وخلى شيماس استسلم وخسر من دمدم 3-4 مرات كده. وجون سينا خسر اللقب لدومينيك بمساعده الحريم، ما الرجاله ما قدروش. وعملنا تصفيات للخصم الاخير لسينا، واعمل نفسك متحمس. ودولف زيجلر وزاك رايدر رجعوا وخسروا ومشوا تاني. وجاي اوسو يهزم روسيف نضيف. وشفنا اسوأ وور جيمز في التاريخ، وقلنا عليها من اجمد العروض علشان بس فيها رومان رينز وبروك ليسنر. وجاي اوسو مكمل راس في القفص. ودرو ماكنتاير اكتر واحد متهمش في الماتش، والفيجن يكسبوا بمساعده الرجل المقنع اللي عمل ستومبل سيم بانك. واعمل نفسك مش عارفه. ورومان بيبصوا لكودي وعايزين يعملوا ماتش تالت بينهم في ريسل منيا، واطفال رومان فرحانين. وسامي زين كان متخطط له يفوز بالرامبل، بس رومان رينز رجع بقى يشوط كل حاجه وغير كل حاجه، اصل رومان رينز عمك. وجاي اوسو يستمر في الكرنج والقرف، ودرو ماكنتاير ينفخ كودي رودز ويدغدغه، وكودي في نفس العرض يرجع ويحط على الروستر كله. وجونتر يفوز على ال نايت ويستمر ظلم ال نايت، وجونتر هو الخصم الاخير لجون سينا. وبرون بريكر عايز مرات سيم بانك، والمقنع اوستن سيري سبحان الله، وعودة الوايت 6. وعداوة اليستر بلاك وداميان بريست مستمرة. واوبا فيمي ظهر للنور وهيلعب ضد كودي رودز، ولعب ضده وما لحقناش نشوف حاجة لان درو ماكنتاير مستعجل على الاهانة. وجون سينا يخسر خسارة زبالة ويستسلم لجونتر اللي استسلم لجي اوسو علشان نخلي جونتر هيل جامد جدا، وفي الاخر نخليه يخسر لكودي رودز. وتريبل اتش بيضحك، وماكمان ظهر في فيديو تكريم لسينا، وراندي اورتن مش موجود علشان في السعودية بيروج للرامبل. ومستمرين في عداوة كودي رودز ودرو ماكنتاير، وسيم بانك في عداوة مع الفيجن لسه، ومستنيين عودة رومان رينز. وجونتر هيخلي ستايلز يعتزل في 2026، وبروك ليسنر هو كمان هيعتزل في 2026. وذا ميز اتهزق من واحد اسمه جو هندري، جي اوسو لايت يعني. وكودي رودز يروح لدرو ماكنتاير البيت ويشتموا بعض، وكودي رودز بيقول لنيك ألدس انه شغال عنده هيتحول لهيل يعني وكده. وجونتر بيقابل العواجيز كلهم ويمس عليهم. واخر عرض سماك داون كان مسرحيه تافهه، وكنا بنهزق فيها واحد اسمه ذا ميز. ما هو عندنا مصارع جامد جدا اسمه جو هندري، عنده ابتسامه لذيذه وموسيقى مميزه. ايوه عايز تاني، ما هي دي المصارعه. وإيليا دراجانوف يخسر اللقب لكاراميليو هيز. ودرو ماكنتاير بيستفز كودي علشان لو ضربوا قبل ماتشهم اللقب هيتسحب منه، وماتشهم هيتلعب في برلين 9 يناير في عرض سماك داون. ودرو ماكنتاير حدد نوع الماتش اللي هيكون 3 ماتشات في ماتش واحد، ونسيت اصلا الماتش ده كان بيتلعب امتى. واللي بالمناسبه كودي رودز هيكسب برضه علشان يلاعب عمك رومان رينز. وخلاص 2025 خلصت، وما تستناش حاجه مختلفه في 2026 غير بس ان كيفن اوينز هيرجع وتشاد جيبل وراندي اورتن ومعهم درو ماكنتاير، وهيفضلوا سنيدا رومان رينز وكودي رودز. وابطال العالم في 2026 مش هيطلعوا بره كودي رودز ورومان رينز وبرون بريكر وسيس رولينز وجونتر. وممكن درو ماكنتاير يبقى بطل انتقالي بس علشان نراضيه، وهنفضل على كده اللقب يقعد سنه كامله مع المصارع، ونظلم ناس تانية كتير تستحق، وما نعملش اي عداوات غير على اللقب. وبالنسبه لعداوه درو ماكنتاير وبانك فهي جت صدفه، ما تستناش حاجه زيها. ولو انت مبسوط بماتش رومان وكودي اللي احتمال كبير يتلعب في ريسل منيا، فانت يا اما مشجع 2025 يا اما رومان رينز عمك.
وعايز اقول لك ان القناه دي هنتكلم فيها عن حاجات حلوه جدا ومختلفه من الماضي، من المصارعه القديمه، المصارعه اللي الناس كانت مختلفه مقسومه نصين، نص يقول لك ده تمثيل والنص التاني يقول لك لا ده حقيقه. المصارعه المقنعه من الاخر يعني، مش المسرحيه اللي شغاله دلوقتي، مش كود رودز ورومان رينز اللي مش بيخسروا غير بالغش. بريت هارت، شون مايكلز، تريبل اتش، جون سينا، مصارعين كتير كانوا بيخسروا نضيف عادي وما كانش بيتقلل منهم، بالعكس انت كنت بتبقى متحمس وانت بتتفرج على الماتش مش عارف مين هيكسب. وقبل ما اقفل عايز اسالك سؤال واحد ويا ريت تجاوبني عليه، هل انت هتكون متحمس وانت بتشوف الرويال رامبل وعارف مين هيكسب؟ هل هتكون مستمتع وانت بتشوف بطل العالم بيدافع عن لقبه في اي عرض غير ريسل مانيا وسمر اسلام؟ وبس ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك، عايزين نوصل 5000، واستنى ان شاء الله فيديوهات جامده جدا جايه في السكه. وسلام.